جدا. في حته مهمه وانت بتشتغل مع اي حد تاخد بالك منها. انا اصلا دوري ككوتش مرايه. ايه مرايه؟ يعني ايه مرايه؟ يعني انت بتصحي من النوم الصبح ما بتعرفيش ان هنا في معرفش ايه او هنا مش عارفه ايه. لما تبصي في المرايه، بتعرفي طرحتك مظبوطه، شكلك حلو، شكلك كذا، في حاجه كذا، في حاجه كذا، صح؟ انا ككوتش احنا اتفقنا ان انا بساعد الشخص يوصل للنتيجه اللي هو عايزها، او بساعد الشخص ان هو يساعد نفسه في المشكله اللي عنده. عشان اساعده فانا محتاجه اكون مرايته. يعني ايه محتاجه اكون مرايته؟ محتاجه ان انا اكون مرايه حقيقيه بعكس له اللي هو بيقوله. عشان كده مهم قوي 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 في جمله انا بقولها اسمها اعاده بعض الجمل المهمه. يعني ايه اعاده بعض الجمل المهمه؟ يعني انا قاعد بتكلم مع حد بساعده في مشكله ما، دايما بيبقى في بعض الجمل المهمه كده. عارفين، خليني ارجع بيكم لورا، لو الناس او الناس اللي بتدرس دلوقتي او الناس اللي بتحب القرايه، مش احنا لما بنيجي نقرا اي كتاب بيبقى في الاغلب معظم الناس بيبقى معانا قلم، صح؟ وبنعمل ايه واحنا بنقرا فبنلاقي جمله مهمه، ايه اللي بيحصل؟ فبنحط تحتها خط، صح؟ لو انت بتذاكر في الكتاب ايه اللي بيحصل؟ بتيجي وانت بتذاكر بتعمل ايه؟ تبدا تحط خط تحت كل الحاجات المهمه، صح ولا مش صح؟ تلاقي كاتب خط، عامل خط كده عند الحته المهمه، عامل خط عند الحته المهمه، عامل خط عند الحته المهمه. ليه احنا بنعمل الخط ده؟ عشان نفتكر المعلومات دي، صح؟ الحاجات المهمه دي. كمان الشخص وانت قاعد بتتكلم مع حد، الحد ده اصلا او العميل بتاعك هو في الاغلب دايما احنا بنتكلم او في معظم الاوقات بنتكلم ما بنبقاش واخدين بالنا احنا بنقول ايه في الحياه العاديه. فانا ككوتش دوري من الحاجات المهمه اللي انا بعملها لما الاقي الشخص اللي قدامي بيتكلم وفي جمله مهمه بحط تحتها خط. يعني ايه بحط تحتها خط؟ يعني بكررها له تاني، ببدا اقولها له تاني. بقول له مثلا واحده، انا بتكلم مع واحده فتقول لي كذا كذا، بس انا واثقه ان جوزي ما بيحبنيش، او انا عارفه ان جوزي ما بيحبنيش عشان وكمان دايما علاقاتي. فهنا الجمله دي مهمه، حاسه ان جوزي ما بيحبنيش او عارفه ان جوزي ما بيحبنيش. فالجمله دي لازم احط تحتها خط بالقلم كده، بحط تحتيها خط. طيب بحط تحتيها خط ازاي؟ بعدها لها تاني. مش احنا قلنا ان انا مرايه؟ فبعكسها لها، فبقول لها حاسه ان جوزك ما بيحبكيش. ايه اللي بيحصل؟ عارفين هنا ايه اللي بيحصل؟ ان هي بتسمع الجمله تاني فبتاخد بالها منها. في الكوتشنج او في عموما في الدعم النفسي او في الاستشارات او الكلام ده كله، الاغلب 80-90% من الحالات تبقى جاي الشخص وهو بيشتكي من مشكله معينه. حد يجي يقول لك والله انا عندي اصلا مشكله في علاقتي مع جوزي. لما بنيجي بنقعد معاها وبنبدا نشتغل ونعمل معاها ألفة ونبدا نستخدم التقنيات بتاعتنا، نبدا نشتغل معاها، بنبدا نوصل ان المشكله اصلا مش في علاقتها في جوزها. المشكله ممكن تبقى مثلا ثقه في النفس، عندها مشكله في الثقه بالنفس، وده اللي عامله لها كل المشاكل اللي مع جوزها. فهنا الاولى بالحل، هنشتغل على مشكلتها مع جوزها ولا هنحل مشكلتها في الثقه بالنفس؟ احنا في الاغلب الشخص بيبقى جاي زي ما بيقولوا كده، جاي بمشكله وجاي بيشتكي من حاجه معينه. حلو. الشخص جاي بيشتكي زي ما احنا قلنا من شويه، بيشتكي من علاقتها مع جوزها، صح؟ طيب بيشتكي من علاقتها مع جوزها، ولما دخلنا بقينا نتكلم معاها لان هي عندها مشكله في الثقه بالنفس. هشتغل على الثقه بالنفس ولا هشتغل على علاقتها مع جوزها؟ خلينا نقول ان في حاجه اسمها كور المشكله. الكور يعني البذره الاساسيه للمشكله. عارفين كده العقد، السبحه دي، السبحه بتبقى فوق دي، الحلقه دي لو انا فكيتها كل السبحه هتتفرفط، كل السبحه هتبقى كلها تبقى حبات متناثره زي ما بيقولوا كده. طيب السبحه دي بتبقى ايه في المشكله اللي الشخص جايبها؟
السبحه دي هي الكور الاساسي بتاع المشكله. يعني ايه؟ يعني انا دايما لما تيجي الشخص بيقول لي والله انا عندي مشكله في علاقتي مع ابني، وابني مجنني، وابني 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 وابني، تمام، ببدا بالراحه ونبدا نشتغل. بلاقي ان هي المشكله عندها هي ان هي بيرفكشنزم مثلا. بيرفكشنزم يعني ايه؟ بيرفكشنزم يعني عايزه كل حاجه تبقى ماشيه بيرفكت 100%، عايزه ابنها يبقى ماشي على الصراط المستقيم، عايزه ابنها يجيب 100%. طيب مشكله في ابنها برضو. فهنا احنا بنعمل ايه؟ احنا الاول بنشتغل على الكور الاساسي، ومجرد اصلا بدات تشتغل على الكور الاساسي اللي هو في المثال الاولاني الثقه بالنفس. حلو. اللي بيبدا يحصل بيبدا ده يمهد لك، او يعني انا مش عايزه اقول بيحل المشكله الاساسيه، ولكن على الاقل توصل تطلع ل 50% من حل المشكله الاساسيه. يعني الام اللي بنشتغل معاها البرفكشنزم وبتبطل حته الكمال، انا عايزه اوصل كل حاجه فيها للكمال دي، لما بتبدا نحل معاها المشكله دي، فابنها لما بيجيب 90 او 95% ما بتبقاش بتحرق في نفسها، لما بيبقاش ابنها ماشي بالظبط على الورقه والقلم اللي هم اللي هي رسمهم، ما بتبقاش عندها مشكله. فاهمين قصدي؟ فاحنا بنشتغل في الاول على الكور بتاع المشكله الاساسيه. ممكن بعد كده بعد ما احل القصه دي ارجع تاني اشوف هل المشكله الاساسيه اتحلت ولا لسه، او يعني اتاثرت بنسبه كام في الميه، لان في الاغلب بتتاثر بنسبه على الاقل مينيمم 50%. فبحل دي الاول، بعد كده ببدا اشتغل. انا حليت المشكله اللي عندها، ببدا بعد كده ابدا اشتغل على المشكله الثانيه اللي هو تعالي احنا بقى ظبطناك انتي، فبالتالي بقى عندك ثقه في نفسك. حلو. فبالتالي لا، ما بقيتيش شايفه ان هو كل ما يكلم حد يبقى هو بيعمل كذا. بنبدا نشتغل على الجزء التاني. وصلت؟ طيب، فخلينا نقول تاني ان احنا في الدعم، انا دي حاجات بيسموها مهارات جوه الدعم. قلنا تاني ان الدعم ان انا بدعم الشخص في الموقف بتاعه، عشان ادعمه لازم ابقى شبهه، وشبهه ده يعني انا بمشي على النظام بتاعه، بتكلم شويه بالتون بتاعه، بالصوت بتاعه شويه سواء عالي او واطي. قلنا ان انا ببدا استخدم الكلمات بتاعته. قلنا ان انا دايما بحط خط تحت الكلمه او الجمله المهمه.